ومن الإنتاج إلى أوج المجد ومن أعظم التنمية في تاريخ البشرية، وهي ما قام به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة أو لجميع الناس المؤمنين. والظاهر الأول لأن تفضيل الصحابة لأوس المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولهذا شهد الله برضوانه عنهم فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه. وإذا كان الصحابة قد نالوا شهادة الله برضوانه عنهم وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير الأمم، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الله عليه وسلم، إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أبر. لقد قام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في وفاء الشرط الأول من شروط التحقق الخيرية من بين الناس أجمعين وأنفسهم النفيسة في سبيل الله وفي إقامة الدين وإعلاء كلمته، كما قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن الكلمة الثانية طاعة الله، الطاعة لله ولرسوله ولولاة الأمر. فقد استجاب الصحابة رضي الله عنهم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. قد دلت آيات القرآنية والحديث النبوية وتظاهرت فتوى أهل العلم واتفقت كلمتهم. المملكة المغربية الشريفة بإمارة رشيدة وقيادة حكيمة التي تسهر على ازدهار دولة ورقيها وصلاح شعبها. كما السمة الثالثة الوحدة والوئام والتسامح والاحترام، تلي الطاعة في الأهمية وحدة الكلمة، وبالطاعة تتلاعب الأمة تتماسك وتقوى الصلة بينهم جميعا، سواء بين الراعي ورعيته وبين الرعايا بعضهم بعضا، وبذلك تتحقق وحدة الأمة وقوتها. فإن الله تعالى ربط بين الطاعة وقوة. سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درس ديني جديد من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية ألقاه بين يدي أمير المؤمنين الأستاذ محمد رضوي بن محمد إبراهيم رئيس جمعية علماء سريلانكا. ويتقدم الأستاذ المحاضر للسلام على جلالة الملك، كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين الشيخ محمد مدني طال خليفة الشيخ منتقى طال خادم الحضرة العمرية بالسنغال. والأستاذ محمد أكرم الندوي أستاذ بمعهد السلام بأكسفورد في بريطانيا. والأستاذ الحاج عبد الله المشري من علماء موريتانيا. والأستاذة أماني برهان الدين لوبيز رئيسة مجلس العلماء الأندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة. كما يتقدم للسلام على جلالة الملك الأستاذ داوود دونيس جرين أستاذ بجامعة إكس مارسيليا وعضو مؤسسة الدراسات والبحوث حول العالم العربي والإسلامي في فرنسا. والأستاذ علي يعقوب عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بالنيجر. والأستاذ مصطفى إبراهيم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بغانا. والشيخ محسن بن موسى الحسني رئيس رابطة علماء المسلمين بأمريكا اللاتينية في البرازيل.
والأستاذ الحسين جاكيتي عضو فرع عبد الودود ولد عبد الله الهاشم، وهو عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بموريتانيا. إلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.